أشهر الحروب بين الشركات الماركتينج كونتر السيلز وبيان سور السي او دايما هو اللي يخلص. الماركتينج يقول جبنا لكم الليد وراه المشكل، والسيلز يقول لك الليد ماشي كاليفي، وكل واحد يلوم في الاخر. بصح الحقيقه المشكل ما راهو لا في السيلز لا في الماركتينج. المشكل تاع الصح راهو في الجسر اللي بيناتهم، وين كاين فجوه كبيره بين الوعد اللي يمدو الماركتينج والطريقه اللي يهضر بها السيلز، وهنا تبدا الخساره. مثال بسيط، الماركتينج يدير اد ويقول حل بسيط بلا تعقيد، ومن بعد كي يروح متحمس للسيلز يلقاه يهضر له على واحد التفاصيل وين يعقد له الحاله كاع، ويبدا يبوزي له دي كيسيون ما عندهم حتى علاقه بالاد. دونك هنا واش يصرى؟ الليد ما يوليش مهتم والكونفرجن يطيح. دونك هذا مشكل تاع الينيومون بين الماركتينج والسيلز. الماركتينج لازم يعرف واش يصرى للليد بعد ما يدخل للبيب لاين، والسيلز لازم يعرف الوعد والزاويه التسويقيه اللي خلاه يتواصل بيكم، ولازم يكون عندهم نفس تعريف الكواليفايد ليد ونفس الهدف ونفس الكي بي ايز. اذا يريحوا الماركتينج والسيلز يخدم كل واحد وحده، هنا راك بنيت شركتين في شركه واحده، والنمو ما راحش يبدا حتى يبداو يخدموا بنفس السيستم. وفي الفيديو الجاي راح نهضر عليه بزاف شركات يصرفوا في الماركتينج ديجيتال ولكن ما يشوفوا حتى ريزولت. دونك ما تنساش تابوني وتسناني في الفيديو الجاي. سلام.